إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل رواد قناة دعني تي أينما حللتم وارتحلتم، نرحب بالجميع في درس جديد ولقاء جديد من دروس استخراج كل قواعد برواية ورش عن نافع من طريق الأزرق من خلال سورة الفجر. واليوم مع الدرس 27. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ ذا المعجمة. أعوذ بالله من الشيطان شيطان الرجيم رجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر. ما نقولش والفجر لا، مرققة. الجيم مرققة كذلك. والفجر. الجيم أحبابي الكرام جاءت ساكنة، والجيم من حروف القلقلة يجب قلقلتها. ما نقولش والفجر. الراء مفخمة لأنني أقف عندها. في حالة الوصل يعني تقرأ مكسورة فترقق. والفجر ولا. ولكن في حالة الوقف والفجر وليال عشر. انتبهوا أحبابي الكرام، ليال عندي تنوين اللي كيعطيني نون ساكنة. ماذا بعد النون الساكنة؟ العين، والعين من حروف ديال الإظهار. أخي هكا علم حازه غير خاسر، إذا كالعين موجود فنظهر هذا التنوين. إذا والفجر وليال عشر. ننطق النون ثم نذهب إلى حرف العين. إذا أحبابي الكرام وليال عشر. في حالة الوقف الراء هنا مفخمة. في حالة الوصل اللي عندي حكم آخر. وليال عشر أولا الراء مرققة تصبح، ولكن عندي وإدغام. عشر تنوين ثم حرف الواو اللي يعطيني يرملون الخانة الثانية. إذن غادي يولي عندي إدغام بالغنة، إدغام ناقص. وليال عشر هكذا. والشفع والوتر. الراء مفخمة في حالة الوقف. في حالة الوصل تصبح مرققة. والوتر والشفع والوتر هكذا. والليل إذا يسر. احنا غادي ننتبهوا أحبابي الكرام في الراء ديال يسر وقفا ووصلا ترقق. إذن والليل إذا يسر في حالة الوصل. والليل إذا يسرها الفي. لماذا وصلا ووقفا ترقق؟ لأن الراء ليست هي آخر الكلمة، لأن حذفت ياء هنا لتيسير النطق. حقيقة يسري والليل إذا يسري، ولكن عندما نقف والليل إذا يسر في حالة الوصل. والليل إذا يسرها الفي. ننطق تلك الياء يسرها الفي ذلك هكذا. هل في ذلك الذال معجمة. هل في ذلك قسم. القاف مفخمة. قسم الميم هنا فيها تنوين. لي. إذن لام تنوين زائد حرف اللام كيعطيني إدغام اللي هو تام. الراء واللام في يرملون كيعطوني إدغام تام. كتمشي النون ديال التنوين وكتمشي الغنة ديالو. إذن كتولي هل في ذلك قسم هكذا. ما كنقولش قسم لا ننطق النون لأنها أضغمت، فننطق اللام مباشرة، الميم ثم اللام. قسم هكذا تصبح. هل في ذلك قسم لذي الذال معجمة. ذي حجر أحبابي الكرام. الراء هنا مرققة لأن قبلها حرف مستفل ساكن، وقبل هذا الحرف المستفل ساكن حرف مكسور، وهذا هو سبب ترقيق هذه الراء. ذي حجر. الآية الموالية. ألم تر كيف فعل ربك بعاد.
ألم ميم ساكنة نادى بعدها التاء. التاء يعني عندي فيها إظهار. ألم ترى، ما نوقفش عند ألم ترى، لا، ألم ترى. الراء مفخمة، ما عنديش سبب من أسباب ترقيقها. ألم ترى كيف فعل، كيف فعل، كيف فعل ربك بعاد، ربك بعاد. إرم ذات. انتبهوا أحبابي الكرام، هنا إرم. قلنا من أسباب ترقيق حرف الراء هو أن يكون قبلها كسر، من الأسباب أن يكون قبلها كسر. وهنا إي يعني الهمزة مكسورة ومع ذلك نفخم، لا نقول إرم، نقول إرم. لماذا؟ لأن كلمة إرم من الكلمات الغير العربية، كلمة عجمية وكلمة تستثنى من هذه القاعدة. إذن من المستثنيات لأنها كلمة عجمية، إرم. ومن بين هذه الكلمات كذلك إسرائيل، إسرائيل، الأصل خصها تقرأ إسرائيل، ولكن كلمة عجمية إسرائيل. كذلك إبراهيم، من الأصل أن نقرأ إبراهيم ولكن تقرأ إبراهيم. لماذا؟ لأنها كلمات غير عربية. إرم ذات العماد، ذات، انتبهوا للذال معجمة، ذات العماد التي لم يخلق، لم إظهار عندي هنا ديال الميم الساكنة، الخاء في حروف اللي هي مستعلية، لم يخلق، لام مرققة، لما نقول لم يخلق، لا ما نخليش القاف أنها تفخم لي اللام. لم يخلق، لم يخلق، مثل ثاء معجمة، مثلها في البلاد. الدال وقفت عندها، أقف عندها بالقلقلة لأنني أقف عند ساكن. في حالة الوصل تذهب تلك القاف، في البلاد في البلاد ولكن عندما أقف في البلاد قلقلة حرف الدال. وثمود، الثاء معجمة أحبابك، وثمود الذي ذال معجمة، الذين طغوا، طاء والغين كلها مفخمة، طاء حروف التفخيم، حروف الاستعلاء، قد خص ضغط، طغوا، ما نقولش تاغوا لأن إذا نطقت الطاء مرققة تصبح تاء. طغوا في البلاد. الدال أقف عندها بالقلقلة في حالة الوقف. في حالة الوصل بالوادي هكذا. فأكثروا، الثاء معجمة أحبابي الكرام، ليس تاء فأكثروا، لا، فأكثروا فيها الفساد. قلقلة مدير الدال في حالة الوقف. فصب، صاد مفخمة أحبابي الكرام، ولكن الباء لا يجب تفخيمه، لا نقول فصب، لا، فصب عليهم. انتبهوا العين أحبابي الكرام ثم الهاء، لابد أن أبذل الجهد لنطقها. فصب عليهم ربك ثم الميم ساكنة أحبابي الكرام بعد حرف الراء، يعني إظهار، فلا يجب أن أقف عندها. فصب عليهم ربك، الراء مفخمة، ربك سوط عذاب. صوت عذاب أحبابي الكرام، العديد يقرأه صوت، لا، السين أحبابي الكرام لا يجب تفخيم السين حتى تصبح صادا فيتغير حتى معنى الكلمة. إذن السين مرققة، سوط، الطاء مفخمة لا يجب ترقيقها ونقول سوت، لا، سوط عذاب. الذال أحبابي الكرام فيها نقطة ذال معجمة، سوط عذاب. قلقلة حرف الباء في حالة الوقف. في حالة الوصل عندي حكم آخر، صوت عذابني. عند ورش عندنا قاعدة ديال نقل حركة الهمز إلى الساكن قبله، والساكن قبله هو التنوين اللي عطاه لنا عذابيني، كتولي عذاب إن، عوض ما نقول عذاب إن نقول عذابيني. النون هنا اللي هي ساكنة تصبح مكسورة لأن الحركة ديال الهمزة نقلناها للساكن،
اللي نقلناها للنون اللي كانت ساكنة. عذاب عذاب النار، هكذا. إن ربك لبالمرصاد. إن كل نون مشددة وكل ميم مشددة في المصحف الشريف نقف عنده بالغنة مقدار حركتين. إن ربك، ما قاش إن ربك، إن ربك. الراء مفخمة ما عنديش سبب من أسباب ترقيقها. إن ربك لبالمرصاد. المرصاد أحبابي الكرام، الميم مكسورة، الراء من المفروض أنها تكون مرققة، كما كنقول أسباب الترقيق أنها تكون مكسورة أو قبلها كسر مثلا، من بين الأسباب هادو، ولكن هنا هي ما قبلها كسر ولكن فخمنا المرصاد. لماذا؟ لأن بعدها حرف الصاد حرف مستعلي، اللي كيكون أمام حرف الراء حرف مستعلي يعني هنا دائما نفخم حرف الراء، يعني ما تبقى شيء مكسورة. لا بالمرصاد. وقفنا عند الدال، نقف عندها ساكنة وبالقلقلة. لا بالمرصاد. فأما الإنسان، هنا فأما ميم مشددة مجددة، كل ميم مشددة كل نون مشددة نعطيها الغنة مقدار حركتين. فأما الإنسان أولا نقل حركة الهمس الإنسان في رواية أخرى، ولكن هنا عند ورش الإنسان، ما نقولش الإنسان، الإنسان. ولكن نون مجددا، كاين النون بعدها حرف السين، إخفاء بغنة، السين مع باقي الحروف، ماشي حروف ديال الإظهار، ماشي ديال الإدغام، ماشي القلب، إذا مع الخانة الرابعة باقي الحروف، إذا كنولي عندي إخفاء بغنة. فأما الإنسان إذا ذا معجمة، إذا ما قلقلت حرف الباء من حروف القلقلة، قطب جادين، الباء من الحروف ديال القلقلة، نعطي الصفة القلقلة هنا جاءت ساكنة وسط الكلمة. فأما الإنسان إذا ما نقولش ما ابتلاه، هذا خطأ. ما ابتلاه، هنا اللام تحتها نقطة غليظة اللي هي الإمالة، الإمالة أميل بفتحة اللام نحو الكسر. ربه فأكرمه، ربه كاين واحد الواو صغيرة هنا مد الصلة، يعني مد الصلة صغرى. ربه ما نقولش ربه فأكرمه، لا، ربه فأك الكاف من حروف ديال الهمز، ما نحاولوش نقلقلوا الكاف لأن شحال واحد كيقلقلوا. فأك لا، فأكرمه الراء مفخمة، ما عنديش سبب من أسباب ترقيقها. فأكرمه نعمه كذلك كاين مد صلة صغرى، نعمه فيقول ربي، الراء كذلك الراء مفخمة. ربي أكرمن، هي في الأصل ربي أكرمن. أنقل حركة الهمز إلى الساكن قبلها اللي هي الياء كانت ساكنة، ربي أكرمن، إذا الهمزة مفتوحة، إذا كتولي ربي تصبح هذه مفتوحة، تصبح الياء مفتوحة. ربي أكرمن. في حالة الوصل ربي أكرمني أضيف مد الصلة هنا، مد صلة صغرى اللي هي المقدار ديالها حركتي. ربي أكرمني. في حالة الوقف ربي أكرمن. الآية المولية وأما مجددا ميم مشددة أقف عندها بالغنة مقدار هكذا. وأما إذا عندي مد طويل ديال الحركات. وأما إذا في البداية أقف عند الميم اللي هي مشددة مقدار حركتين، ثم أذهب إلى المد اللي هو السر ديال الحركات بسبب الهمز. لأسباب المد الطويل ثلاثة ديال الأشياء، إما همز أو شد أو سكون. إذا هنا عندي همزة. وأما إذا الذال معجمة. إذا ما ابتلاه، الباء مجددا قلقلة، ما ابتلى، ثم اللام تحته نقطة غليظة يعني ديال الإمالة أميل بالفتح نحو الكسر. ما ابتلاه فقدر، فقدر القاف مفخمة، الدال مرققة، والراء مفخمة. قادر.
فقدر عليه رز ري الراء مرققة بسبب أنها مكسورة. رز الزاي من حروف الصفير يعني أقف عنده ولا أقلقله، ما نقولش رز لا، رزقه أحباب الكرام. بعد الهاء كاين مد الصلة اللي هو صغرى، رزقه فيقول في حالة الوقف رزقه في حالة الوصل رزقه هكذا. فيقول ربي أهانا، ربي مجددا نقل حركة الهمس إلى الياء اللي هي كانت ساكنة فتصبح مفتوحة. ربي أكرما أقف عند النون هكذا بالنون، ولكن في حالة الوصل ربي أكرمني كلا هكذا. هنا انتبهوا أحباب الكرام، كلا بل لا. إذا عندي لام الأولى ساكنة واللام الثانية متحركة، إذا عندي إدغام ديال المتماثلين. لتسهيل النطق أقول بل، أضغم اللام في اللام فتصبح لاما واحدة. إذا الباء ثم اللام ثم المد، حرف المد اللي هو الألف. بل عوض ما أقول بل لا أقول بل. كلا بل لا تكرمون اليتيم، مد عارض للسكون مكسور ثم الياء ساكنة ثم أقف عند اليتيم ميم ساكنة. إذا عندي كل مواصفات ديال المد العارض للسكون. نعطي ديال الحركات الوجه المقدم في المكنة المغربية الحبيبة. ولا تحضون، ضاد مفخمة، تحضون على طاء مفخمة، طعام المسكين كذلك مسكين عندي مد عارض للسكون نقف عنده. وتاكلون التراث، انتبهوا التراث، التاء الأولى تاء والثانية ثاء، انتبهوا لما نقولش تراث ولا نقول ثراث، لا التراث. وتاكلون التراث أكلا، حروف الهمس أكلا، ما يقولش أكا عديد يقرأ أكل لا، يقلقل ما لا يقلقل. حروف القلقلة هي قطب جدين. إذا أكلا لما إذا أكلا لما. عندي تنوين مجددا، ماذا بعده؟ حرف اللام، وحرف اللام أحبابي الكرام كنعرفوا بأنه من حروف ديال الإدغام اللي هو إدغام تام. إذا كتولي أكلا، عوض ما نقول أكلا لما أقول أكلا لما لام ثم أنطق اللام مباشرة بدون نون. أكلا لما ميم مشددة كل ميم مشددة وكل نون مشددة أقف عندها بالغنة مقدار حركتين. لما. وتحبون المال حبا جما، انتبهوا، وتحبون المال حبا النون تنوين مجددا اللي كيعطيني نون ساكنة ثم بعده حرف الجيم. ماذا بعد النون الساكنة أو التنوين؟ حرف الجيم، والجيم مع باقي الحروف اللي كيعطيني إخفاء بغنة. حبا جما هنا غادي نرجع قليلا للوراء في حالة الوصل. وتاكلون التراث أكلا لما لأن عندي لما عندي إدغام اللي هو ناقص تصبح لما. وتحبون المال حبا جما كذلك عندي إخفاء بغنة هنا. إذا في حالة الوصل عندما أصل الآية بالسابقة أكلا لما الواو كيعطيني إدغام اللي هو ناقص، ولكن الكاف كيعطيني إخفاء بغنة. وتحبون المال حبا جما هكذا. كلا إذا الذال معجمة أحبابي الكلمة نوقفوا عندها، ما نقولش إذا دكت الأرض، ما نقولش
دكت الأرض، الأرض نقل حركة الهمز ما نقولش الأرض، الأرض دكا دكا. هنا انتبهوا دكا دكا. عندي هنا تنوين ماذا بعده؟ الدال. دكندا دكندا، نون ساكنة زائد حرف الدال، عندي إخفاء بغنة، أقول دكا 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 دكا. في حرف الوسط دكا 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 واو كيعطيني إدغام اللي هو ناقص بالغنة. دكا تمشي النون وكتبقى الغنة ديال النون الساكنة. دكا وجاء هكذا. وجاء مد طويل 6 ديال الحركات بسبب الهمز. أسباب المد طويل 3: همز شد سكون، وهنا عندي الهمزة. جاء وج ج ج ج. النطق السليم ديال حرف الجيم لا نقول وجاء وجاء، لا وج ج. وجاء ربك، الراء مفخم، ربك والملك صفا صفا صا. إذا تنوين مجددا أحبابي الكرام اللي كيعطيني النون الساكنة ماذا بعده؟ الصاد، والصاد مع باقي الحروف، ماشي من حروف الإظهار أخي هكا عين منحازة وغير خاسر، ماشي من حروف يرملون اللي كيعطيني الإدغام سواء الناقص أو التام، وماشي حرف الباء اللي كيعطيني الإقلاب، وإذا هو مع باقي الحروف. إذا سأعطيه إخفاء بغنة. دكا دكا وجاء ربك والملك صفا 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 صفا. في حرف صفا صفا. إذا عندي إدغام اللي هو ناقص بالغنة. وجيء، إذا هنا مد طويل 6 ديال الحركات بسبب الهمز. وجيء يومئذ، انتبهوا ما نقولش يومئذ، يومئذ. ثم تنوين ديال الذال، هذا التنوين كيعطيني نون ساكنة. ماذا بعده؟ هذا التنوين بعده حرف الباء، وهذا الحرف الباء يجيني في الخانة الثالثة اللي كيعطيني إقلاب. تقلب النون اللي كيخلي عليا التنوين تقلب إلى ميم خفيفة. إذا وجيء يومئذ بي أول ما نقول يومئذ بي عندي عسر في الكلام. إذا هذا هو علاش تخلق الإقلاب عند علماء التجويد، فأصبح تقلب النون الساكنة إلى حرف ميم لتخفيف النطق لتيسير النطق. إذن يومئذ بجهن هكذا بجهنم. نون أحبابي الكرام كذلك نون مشددة نعطيها مقدار حركتين ديال الغنة. بجهنم يومئذ كذلك مجدد. يومئذ يا عندي إدغام اللي هو ناقص لأن من حروف يرملون. يومئذ يا إذا كتولي يومئذ يا، إذا تضغم النون الساكنة في الياء فتصبح يومئذ يتذكر ذال معجمة يتذكر الإنسان. مجددا النقل عند ورش نقل حركة الهمزة إلى الساكن قبله. الإنسان يتذكر الإنسان، ثم النون مجددا بعد حرف السين اللي عندي إخفاء بغنى. الإنسان يومئذ يتذكر الإنسان وأن نون مشددة مقدار ديالها حركتين ديال الغنة. وأن له الذكر، له مد صلة صغرى إلا لاحظنا واحد الواو صغيرة يعني مد صلة صغرى. وأن له إذا لاحظنا النقطة غليظة تحت النون أحبابي الكرام، نقطة غليظة تحت النون، نقطة غليظة تحت النون يعني أميل بالفتحة نحو الكسر. إذا إمالة تحت النون أميل بالفتحة نحو الكسر. وأن له الذكرى، الذال معجمة الذكرى ولا نقول الذكرى، الذكرى ثم الراء مجددا تحتها نقطة غليظة إذا ديال الإمالة الذكرى. يقول القاف مفخم أحبابي الكرام. يقول يا ليتني
القاف كذلك مفخمة. قدمت لحياتي. فيومئذ لا يعذب. فيومئذ لا، عندي مجددا تنوين بعده حرف اللام اللي كيعطيني إدغام اللي هو تام. فيومئذ لا، فيومئذ لا، ما نقولش يومئذ لا. فيومئذ لا يعذب، لا يعذب، يومئذ الذال معجمة، لا يعذب ذال معجمة كذلك، لا يعذب عذابه أحد. عذابه كاين واو صغيرة مد الصلة كبرى، ماشي مد الصلة صغرى، مد الصلة كبرى. بسبب ماذا؟ بسبب أن بعد مد الصلة الكبرى يعني كاين همزة هو اللي خلاه مد صلة كبرى. إذن عذابه أحد. أقف عند الدال بالقلقلة في حالة الوصل تذهب القلقلة. أحد هذه اللي عندي حكم آخر اللي هو إدغام ناقص لأن بعد التنوين حرف الواو. أحد ولا يوثق ثاء هنا ماشي تاء، ولا يوثق، ولا يوثق وثاقه أحد. مد صلة كبرى مجددا بسبب أن بعد هذا المد الصلة همزة. في حالة الوصل اللي عندي إدغام اللي هو ناقص بسبب الياء. أحد هكذا. يا مد طويل مجددا بسبب الهمزة. يا أيتها النفس. النون مشددة، كل نون مشددة كل ميم مشددة نعطي الغنة تخرج من الأنف مقدار حركتين. يا أيتها النفس انتبهوا من قلقلش حرف الفاء، انتبهوا من قلقلة حرف الفاء، ما خصنيش نقلقلها. النفس. يا أيتها النفس، لا خطأ. إذن يا أيتها النفس هكذا. نفس الطاء أحبابي الكرام من حروف القلقلة. قطب جدين جاءت هنا ساكنة وسط الكلمة نعطيها الصفر ديال القلقلة، ما نبقاش المطمئنة، لا المطمئنة. النون مشددة مجددا نعطيه الغنة مقدار حركتين. مطمئنة. أقف عند التاء هاء في حالة الوقف، وفي حالة الوصل مطمئنة ترجعي. تقرأ تاء في حالة الوصل. إذن ارجعي الراء مفخمة. ارجعي إلى. هنا أمام مد طويل استديال الحركات بسبب الهمز مجددا. ارجعي إلى ربك راضية. انتبهوا للضاد أحبابي الكرام، يجب أن تفخم، ما نقولش راضية، لا راضية تنمى. إذا أمام التنوين مجددا زائد حرف يعني الميم، والميم من حروف يرملون اللي كيعطيني إدغام ناقص بالغنة. رادية مرضية. علماء يعني التجويد يقولون بأن هذا الإدغام هو في الحقيقة الأمر أنه تام وكامل، وأن سبب الغنة اللي بقات هي الميم المشددة. من اللي كيولي هذاك الإدغام كتعطيني ميم مشددة، وكل ميم مشددة ونون مشددة في المصحف الشريف راه كتعطيني الغنة مقدار حركتين. إذا هنا رادية، هاد التنويه، هاد الغنة هذه ديال الميم مشددة رادية. أما الإدغام فهو تام، ولكن في كلا الأحوال هنا الآن أمام إدغام اللي هو تام ولكن بالغنة، تام ولكن تبقى الغنة. إذن رادية مرضية. أقف عند التاء هاء في حالة الوقف. في حالة الوصل يولي عندي إخفاء بغنة لأن النون ساكنة زائد حرف الفاء ستولي مرضية فاء. فادخلي. إذن الدال جاءت ساكنة هنا أحبابي الكرام، إذن أقلقلها، جاءت وسط الكلمة. فادخلي في عبادي.
في عبادي كذلك قلقلة وادخلي جنتي، كل نون مشددة، جنتي كل نون مشددة وكل ميم مشددة، أقف عندها بالغنة مقدار حركتين، جنتي. صدق الله العظيم. إذا نقرأ السورة من بداية أحبابي الكرام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر، والشفع والوتر، والليل إذا يسر، هل في ذلك قسم لذي حجر، ألم تر كيف فعل ربك بعاد، إرم ذات العماد، التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وفرعون ذي الأوتاد، الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، فصب عليهم ربك سوط عذاب، إن ربك لبالمرصاد. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانني، كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحضون على طعام المسكين، وتاكلون التراث أكلا لما، وتحبون المال حبا جما، كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا، وجيء يومئذ بجهنم، يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى، يقول يا ليتني قدمت لحياتي، فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. صدق الله العظيم. فضلا وليس أمرا، المرجو الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم الجديد.